السلام عليكم شباب. اليوم حبيت احكي لكم بصراحة عن رافدين كرافت، شلون بدينا وشلون صار ويانا وهسه شنو ناويين نسوي. بالبداية رافدين كرافت كان مجرد فكرة كلان عراقي يجمع لاعبين اقوياء ويصنع اسم مع اسم بين الكلانات. اشتغلنا خطوة بخطوة، كبرنا شوية شوية، وصلنا لمرحلة الأمور كانت تمام، تنظيم موجود، لاعبين موجودين، حماس موجود، وكل شي ماشي صح. لكن مثل أي فريق ظروف، واحد من الأعضاء قرر يطلع. ما راح أكذب عليكم، الموضوع أثر شوية على المعنويات، ومو لأن ما نقدر نعوض، بس من كلنا خرب الكلان وبعد ما يصير. بس هنا يجي الفرق بين الفريق العادي والفريق الحقيقي. احنا ما نوقف، احنا نرجع بأقوى. وهسه القرار واضح، رافدين كرافت راح يعتمد على 8 لاعبين فقط، مو عدد كبير بس جودة عالية. أريد لاعبين يلعبون بقوة، يلعبون بعقل، يلعبون باسم الكلان قبل اسمهم. ما أريد مجرد عدد، أريد فريق يخوف. وهذا التغيير مو ضعف، هذا إعادة ترتيب. وهذا بداية مرحلة أقوى من قبل. رافدين كرافت فكرة، والفكرة لا تموت. وفي أمان الله، ولحق على الفرصة. راح أخليكم قناة رافدين كرافت في الوصف.